زبونتنا من محافظة النجف من الكوفة حي ميسان طلبت من يمي شلاب، اخذت 2 كبار واخذت 4 صغار، ما اخذتن صاغة هدية. صياغتن كلش حلو. هذا الشلاب مال اهلنا قبل، طبعا زبونتنا هي مرة كبيرة. شلاب مال اهلنا قبل، مال نسواننا قبل، وبس اهلنا قبل يعرفون شنو هذا الشلاب وشلون كانوا يستعملوا الفوطة مالتهم. هذا الشنقال اللي ينحط بالفوطة اللي ينسحب من ذيك الجهة، وهذا اللي يتخيط من جهة او ينحط بيه دنبوس. هذا الحجم الكبير يجي بيه مثل الداعة 3 شذرات، وبيها شذرة مستطيلة وهذه الشذرة الناعمة. وعندي هاي النواعم موديل 3 موديلات من عندهن. هذا اللي يجي مثل الدمعة نزلته ليرة ناعمة وبيه شذرة زرقاء، هذا مستطيل وبيه شذرة زرقاء والنقش مالته كلش حلو. هذا مختلف، لا الدمعة مالته صغيرة بس بيه عين، والليرة مالته ضخمة. تقدرون منها تحطون بيه دنبوس او لا، شدوه بخيط انتم بعد بكيفكم. اكثرية النسوان الكبار هن قبل كانوا يشدوه بخيط حتى شنو ما يوقع من الفوطة مالتهن. وهذا اللي يسمونه الشنقال ينسحب بيه الفوطة من الصفحة الثانية. انتم ما اعرف شلون تلبسونها بعد، كل مرة ولها طريقة تلبسها. متوفرات عندي ذني وبسعر كلش مناسب. اذا انتم حابين تحجزون رقمي موجود بالبايو، اسمي انستغرام موجود بالبايو، على تيك توك تقدرون تراسلوني. متوفر عندي بالزعفرانية بسوق الهواء عند هشام، وهاي الفاتورة مالتك توصلش بالسلامة ان شاء الله.